انتوا عم بتقاتلوا لأي رئيس لبشار الأسد تركوا هربكم؟ يمكن الكلام ما يكون واضح بس الرسالة واضحة أكتر. قصد انه عم تحشد وبترسل رسائل انه نحن عم نحشد على حي الشيخ مقصود ورح نرجع نرجعهم ورح نرجع ناخذهم، وعم تحشد بدير حافر. لنرسل لك رسالة طيبة لكل شخص حابب انه يتعرف على هذا الامر اللي عم بيصير. هذا الامر هي ايضا ذباب الكتروني عم يتم استخدامه لحتى يوهموا الواقع، ولكن معروفين مين هن قصد وشد من حشده ما راح يقدروا لهذا الشعب اللي عم يدافع عن الحق، مو عم يدافع عن بطل. انتوا عمين عم بتدافعوا؟ عمين انتوا عم بتقاتلوا لأي رئيس لبشار الأسد تركوا هربكم، ولا لمظلوم عبده، ولا لأي شخص؟ لأي شخص انتوا عم بتدافعوا لحتى تخربوا بلدكم؟ الشعب الكردي هو شعب أصلي من الشعب السوري، مكون أساسي بالشعب السوري، وكل الطائفات السورية بحق لها أن تعيش بهاي البلد، ولكن في قانون وفي أي شخص من أي طائفة معينة بينسمع عليه القانون راح يتعاقب. لأني أنت كشخص أنت عم تأجرم بحق أخوتك السوريين، بحق المدنيين. ما اسمه طائفة معينة، اسمها سوريين، اسمنا سوريين بشكل كلمة وحدة. ولكن في اشخاص ما هي متقبله الامر انه سوريا صارت حره وسوريا من عهد الاسد. هاي والله بدها بقى تفهمون لهم انه يتقبلوا هذا الامر ويبركوا ويقعدوا عاقلين. تحياتي لكل السوريين، بتمنى منكم ترفعوا الفيديو وحياكم الله.